أبطال جريد 5 عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين. الأسبوع اللي فات شرحنا أول سيشن في المنهج بتاعنا، وزي ما عودتكم اللي إحنا هنكون بنشرح منهج الابتدائي كلها رابعة وخمسة وستة على اليوتيوب عشان الناس تعرف تذاكر. النهارده هنكون بنشرح سيشن نمبر 2 في جريد 5. المره اللي فاتت اتكلمنا على البلانت والفوتوسينثيس بروسيس، وعرفنا هي ايه البيسك نيد وايه النوت بيسك نيد، وعرفنا يعني ايه نيوترانس، وعرفنا حاجات كتير. المره دي بقى هنتكلم على جزء جديد وهو البارتس اوف بلانت. هناخد كل جزء من البلانت وهنتكلم ايه الوظيفه بتاعته او بيعمل ايه. احنا المره اللي فاتت عرفنا ان البلانت يا مستر consists of three main parts. ثلاث اجزاء اساسيين. اول جزء اللي هو، برافو الناس اللي بتقول معايا، اللي هو تحت السويل، اللي هو الروت. تاني جزء الستيم، وتالت جزء اللي هو الليفز. هناخدهم واحده واحده، كل واحده بتعمل ايه. يلا معايا. طبعا ليسون 2 بنتكلم على البارتس اوف ا بلانت. هنتكلم اول حاجه على الروت. تعالى نرسم البلانت بتاعنا. قلنا البلانت بيتكون من روت، وده بيبقى موجود under the soil، وبعد كده بيبقى فيه ستيم، يبقى ده مستر الروت وده مستر الستيم. وهنعتبر ده الليفز والليف. روت ستيم. اول حاجه مستر هنتكلم على الروت. الروت يا مستر موجوده فين؟ موجوده اندر السويل. العلماء لما جم درسوا البلانت او الروت بالتحديد لقوا ان الروت بيبقى فيه عنده حاجات لايك الهير، حاجات صغيره كده. خلينا نغير اللون اللي انا برسمها باللون الاحمر دي، لايك تايني هير. مستر التايني هير دي العلماء سموها روت هير. يبقى الحاجات اللي باللون الريد دي مثلا بنسميها ايه؟ روت هير. يبقى اول حاجه عرفناها ان الروت بيبقى عنده تايني هير، شعر صغير كده، حاجه شبه الشعر كده، بنسميها روت هير. طب يا مستر ايه فايده الروت هير؟ ليه ربنا خلق الروت هير؟ في بعض انواع البلانت بيبقى موجوده جوه الصحراء. طبعا في الصحراء الميه بتبقى قليله، والبلانت عشان ينمو محتاج روتر. فالروت هير يا مستر ده بيزود مساحه الامتصاص. فبيعمل يا مستر increase amount of absorbed water and nutrients. فبدل ما يمتص ووتر معين، لا يمتص ووتر اكتر ونيوترينتس اكتر. يبقى اول حاجه الروت بيبقى فيها روت هير، والروت هير بيعمل ايه يا مستر؟ absorb more water and nutrients. Again, absorb more water and nutrients. تعالى بقى مستر نتكلم على الفانكشن بتاع الروت. الروت يا مستر عنده اتنين فانكشن. اول حاجه absorb، واحنا قلناها احنا خلاص اتكلمنا على الروت هير اللي هو absorb more water and nutrients. absorb more water and nutrients ده الروت هير. طب الروت نفسه يا مستر بيعمل absorb اول حاجه، وتاني حاجه يا مستر الروت بيعمل ايه؟ بيعمل سبورت. يعني ايه كلمه سبورت يا مستر؟ او بيعمل فيكس. احنا قلنا كلمه ابزورب يعني تيك، يعني بيمتص. كلمه فيكس يعني ايه؟ يعني بيثبت البلانت. هل انت لقيت قبل كده لو شويه هواء بسيط يا مستر لقيت البلانت بيتحرك يمين او شمال، او لو هواء شديد هتلاقي البلانت ثابت في الارض؟
مين اللي بيخلي البلانت ثابت في الارض ما يقدرش يتحرك يمين او شمال او ما يقعش؟ هو الروت. يبقى الروت بيعمل absorb and fix، absorb and fix. يبقى الكي ووردز بتاعه الفانكشن بتاع الروت ايه؟ absorb وفيكس، absorb وفيكس. absorb ووتر مستر بيمتص ايه؟ water and nutrients، absorb water and nutrients طبعا عشان يديها البلانت. تاني حاجه مستر بيعمل ايه؟ بيعمل فيكس البلانت ان ذا سويل، يعني بيثبت البلانت في السويل، يعني مستر بيخليه كده يقف من غير ما يقع. يبقى ده كده الروت. تاني الروت بيبقى عنده روت هير، شعر صغير كده مستر، بيعمل ابزورب مور ووتر اند نيوترينتس، يعني بيمتص ووتر اند نيوترينتس كتير. الفانكشن بتاع الروت يا مستر بيبقى ابزورب وفيكس، ابزورب ووتر ونيوترينتس. تاني حاجه يا مستر فيكس، اللي هو بيثبت البلانت in the soil. تعالى نشوف الكلام ده في المذكره. هو يا مستر الروت بيبقى عنده ستراكشر اسمه روت هير. الروت هير يا مستر الفانكشن بتاع الروت هير اللي هو بينكريز الاماونت اوف ابزوربد ووتر اند نيوترينتس، والفانكشن بتاعت الروت فيكس وابزورب، فيكس وابزورب. تعالى بقى يا مستر نتكلم على تاني حاجه اللي هي الستيم. تاني حاجه اللي هي الستيم. الستيم يا مستر قلنا من الحصه اللي فات بيبقى عندها فيزلز، جواها في فيزلز، نوعين من الفيزلز. هناخد واحد فيهم دلوقتي اللي هو الزايلم. ناخد واحد فيهم اللي هو الايه؟ الزايلم. يبقى الروت بيبقى عنده روت هير، لكن الستيم بيبقى عنده زايلم. الستيم بيبقى عنده ايه؟ زايلم. الزايلم ده زي ما قلنا من السيشن اللي فاتت اللي هو بياخد الووتر والنيوترينتس من الروت ويوديه للليفز، ويوديه للليفز. طب يا مستر ايه بقى الفانكشن بتاع الستيم؟ تعال نخليهم بالازرق برضو زي الروت. احنا قلنا الروت ابزورب وفيكس، الروت بيعمل ابزورب وفيكس، لكن الستيم بيعمل ايه يا مستر؟ بيعمل سبورت وترانسبورت. ترانسبورت وسبورت. الروت ابزورب وفيكس، لكن الستيم ترانسبورت وسبورت، اخرهم بورت الاثنين. ترانسبورت وسبورت. ترانسبورت يعني بينقل، زي ما قلنا الستيم قلنا عباره عامل زي الدليفري، بينقل ايه يا مستر؟ بينقل الووتر والنيوترينتس من الروت عشان يوديه للاذر بارتس اوف بلانت، الباقي اجزاء البلانت. طب يا مستر تاني حاجه يا مستر الستيم بيعمل ايه يا مستر؟ بيعمل سبورت. بيدعم مين يا مستر؟ بيدعم الليفز والفلاور. الليفز والفلاور هتلاقي مستر الليفز والفلاور طالعين من الستيم، فهو اللي بيثبت الليفز والفلاور اللي موجودين في البلانت. يبقى الستيم بيعمل ترانسبورت وسبورت. تعالوا نشوفهم في المذكره عشان واحنا بنذاكر. يبقى الستيم بيبقى عنده حاجه اسمها زايلم. الزايلم دي قلنا يا مستر دي عباره عن تيوبس اور فيزلز. الفانكشن بتاعت الستيم اللي هو ترانسبورت وسبورت، بينقل الووتر والنيوترينتس وبيعمل سبورت للفلاور والليفز في البلانت. تعالى بقى نتكلم على الفورمز اوف ستيم، اشكال الستيم. ساعات يا مستر واحنا ماشيين في الشارع نلاقي التري الكبير، الشجر الكبير ده، نلاقي الستيم بيبقى ضخم وشبه الوود. طيب شويه نلاقي الفلاور، هنلاقي الستيم بتاع الفلاور مختلفه على الستيم بتاع التري. شويه لما نلاقي الجرابس العنب يا مستر هنلاقي الستيم بيبقى ليه اشكال مختلفه. فدلوقتي هنتكلم على الاشكال بتاع الستيم. الستيم عنده كام شكل يا مستر؟ عنده 5. اول حاجه وود ستيم، اجين وود ستيم. تاني حاجه upright stem. تالت حاجه climb stem. رابع حاجه tuber stem. واخر حاجه runner stem. طب يا مستر هحفظ كل ده؟ انت هتحفظ الاسم، الشكل بالاكزامبل. يبقى اول شكل الستيم اللي هي الوود ستيم. والوود ستيم ده اللي احنا بنشوفه على طول في الشارع، اللي هي اللارج تريز، اللي هي الشجر الضخم الكبير. يبقى وود ستيم يا مستر زي مين يا مستر؟ زي التري
trunk. طيب الابرايت ستيم ده الستيم واقفه كده زي مين يا مستر؟ زي اللي موجوده في الفلاور. يبقى الابرايت ستيم زي اللي موجوده في الفلاور. يبقى هنا الوود ستيم زي التري ترانك، والابرايت ستيم زي الفلاور. طيب يا مستر الكلايم ستيم زي اللي موجوده في الجريبس اللي هو العنب يا مستر. التيوبر ستيم يا مستر دي عباره عن ستيم يا مستر بيحصل لها اكستند، يعني بتمتد. كلمه اكستند يعني تمتد، بتبقى موجوده اندر جراوند، بتبقى موجوده تحت الارض يا مستر، بيسموها تيوبر. يبقى الستيم اللي موجوده تحت الارض على امتداد الارض كده بنسميها تيوبر. زي اللي موجوده فين يا مستر؟ زي اللي موجوده في البوتيتو بلانت. بوتيتو بلانت يبقى البوتيتو بلانت عندها اي نوع من الستيم اللي هي التيوبر ستيم. والتيوبر ستيم بقى يا مستر اكستند، بتمتد اندر ذا جراوند، اندر ذا جراوند. اخر حاجه يا مستر الرانر ستيم، دي بقى ستيم بتبقى ران along ذا جراوند، تبقى موجوده كده على الجراوند يا مستر، وبتعمل لي نيو بلانت وبنسميها رانر. وبنسميها ايه؟ رانر. طبعا الحاجات دي حفظ، لازم نكون بنحفظها كويس عشان ساعات بتيجي في الامتحان. كده خلصنا اول جزئين اللي هو الروت والستيم. هندخل على ثالث جزء يا مستر اللي هو الليفز. نراجع مع بعض. قلنا الروت بيبقى عنده روت هير، الستيم بيبقى عنده زايلم. طب الليفز خدناها برضو السيشن اللي فاتت، بيبقى عندها حاجه اسمها الكلوروفيل. بيبقى عندها حاجه اسمها الكلوروفيل. هل كلوروفيل بس يا مستر؟ لا، كمان بيبقى عندها حاجه اسمها ستوماتا. يبقى الليفز بيبقى عندها كلوروفيل، وعرفنا الناس اللي ما شافتش السيشن اللي فاتت ترجع للسيشن اللي فاتت شرحناها بالتفصيل. قلنا الكلوروفيل دي سبستانس موجوده جوه الليفز، فايدتها يا مستر حاجتين خلي بالك. الكلوروفيل هو ده اللي بيدي الجرين كولر للبلانت، للليفز بتاع البلانت. يعني لو ما فيش كلوروفيل البلانت مش هيبقى لونه جرين، الورق مش هيبقى لونه جرين زي اللي احنا عارفينه. يبقى اول حاجه الكلوروفيل هو اللي بيدي الجرين كولر، gives them the green color، هو اللي بيدي البلانت اللون الاخضر. تاني حاجه الكلوروفيل هو اللي بيعمل absorb لللايت energy from the sun، absorb اللايت energy from the sun اللي احنا خدناها. وكمان السان لايت ده بيعمل combine between الكربون دايوكسيد and الووتر عشان يقدر يعمل الفود، ودي شرحناها بالتفصيل جدا السيشن اللي فاتت، نرجع لها. قلنا تاني حاجه مستر الليفز بيبقى عندها بعض الفتحات، التايني اوبننج بنسميها ستوماتا. دي فتحات بتسمح لدخول وخروج الجازز، تسمح لدخول وخروج الجازز. تعال ندي ديفينيشن للستوماتا عشان ممكن يجي لي كساينتفك تيرم. يقول لك they are pores on the، يعني هي فتحات موجوده على السيرفيس اوف بلانت ليفز، موجوده على الليفز بتاعت البلانت، بتسمح بيها مستر اهم حاجه كده allow gases to move into and out of the plant. يعني بتسمح للجاز اللي هي تخش وتخرج من البلانت. تخش يعني الكربون دايوكسيد عايز يخش بيخش من الاستوماتا، الاكسجين عايز يطلع بيطلع برضه من الاستوماتا. تعالى بقى نتكلم على الفانكشن بتاع الليفز. طبعا من المره اللي فاتت قلنا الليفز ده هو المطبخ بتاع البلانت، اللي فيه البلانت بيقدر يعمل can make their own food by process called photosynthesis process، اللي هو make food for plant through photosynthesis process. photosynthesis ايه؟ process. تعالى بقى نتكلم شويه على الانواع او الكايند بتاعت الليفز. الكايند بتاعت الليفز، بعض الليفز بلاها بتبقى صغيره. عارفين شجره كريسماس؟ شجره كريسماس هتلاقيه بتبقى نارو ليفز، ورق صغير كده ورفيع. يبقى اول نوع من الليفز بيبقى نارو ليفز. نارو ليفز اللي هو الورق الرفيع زي شجره كريسماس او زي شجر الباين تري. الباين تري خدنا الباين تري في جريد 4 اللي بيبقى موجود جوه السنو. بيبقى الليفز دي بيبقى شكلها شبه النيدل، الابره. يبقى اول كايند للليفز اللي هي النارو ليفز تبقى شبه النيدل. زي مين يا مستر؟ زي الباين تري. تاني حاجه بيبقى في ليفز بتبقى فلات اند وايد، بتبقى كبيره كده زي دي، بتبقى فلات وعريضه. فلات وعريضه، فلات اند وايد. تعالى هناخد
بعض النوتس، وبعد كده زي ما اتعودنا هنلاقي بيبقى فيه give reason what happened بيساعدنا واحنا بنذاكر. يقول لك البلانت ليفز get their needs، يعني الورق بتاع البلانت بياخد الاحتياجات من الووتر اند نيوترينز من السويل بمساعده مين يا مستر؟ طبعا بمساعده الروت. اصلا البلانت عشان ياخد الووتر والنيوترينز بياخدهم من الروت، بياخدهم من الروت وبعد كده بيروحوا للليفز. يبقى الليفز بياخد الووتر والنيوترينز بمساعده مين؟ اول حاجه بمساعده الروت، عشان الروت هو اللي بيمتصهم. طب مين اللي بينقلهم؟ خلاص هم عند الروت. هيطلعوا ازاي؟ هيطلعوا من خلال الزايلم. يبقى اللي بيساعدهم الروت، تاني حاجه اللي بيساعدهم مين؟ الزايلم. ثالث حاجه يا مستر السمولر فيزلز اوف زايلم كونكت ذا ستيم تو ذا ليف. يعني الفيزلز الصغيره بتاعت الزايلم دي فايدتها ايه؟ بتوصل الستيم بالليفز، بتوصل الستيم بالليفز. انا عندي ستيم هي يا مستر وعندي ليفز. مين اللي بيوصل الليفز بالستيم؟ برضو سمولر فيزلز اوف زايلم، سمولر فيزل اوف زايلم. يبقى تاني الليفز بياخد الووتر والنيوترينز بمساعده مين؟ اول حاجه بمساعده الروت، تاني حاجه بمساعده الزايلم، تاني حاجه بمساعده الايه؟ الزايلم. دي نوتس لوحديها مستر. بيقول لك السمولر زايلم او السمولر فيزل اوف زايلم، الانابيب الصغيره دي فايدتها يا مستر عشان لو اقول لك الفانكشن بتكونكت الستيم بالليفز، يعني بتوصل الستيم بالليفز. ادي الستيم وادي الليفز. مين اللي بيوصلهم يا مستر؟ سمولر فيزلز اوف زايلم، سمولر فيزلز اوف زايلم. نوتس رقم 2 دي كده كده خدناها برضو. بيقول لك الزايلم فيزلز دي مستر فايدتها يا مستر اللي هي بتاخد الووتر والنيوترينز ابورد ولا داونورد؟ عم بتاخد من تحت لفوق فابورد. transport water and nutrients from the plant root up، تاخدهم لفوق عشان توصلهم للليفز، توصلهم للليفز. ده كده النوتس اللي عندنا. تعال نشوف الجيف ريزون. جيف ريزون the life on the earth، الحياة على الأرض without plants would be impossible. الحياة على الأرض من غير البلانت مستحيلة. ليه يا مستر؟ عشان البلانت هو قلنا الليفنج اورجانيزمز الوحيد اللي بيقدر يعمل الفود بتاعه. طيب لو ما عملش الفود بتاعه مش هيبقى فيه انيمال ياكل البلانت، ما هو الانيمال بياكل البلانت، فما فيش بلانت مش هيبقى فيه انيمال. طب ما فيش بلانت وانيمال مش هيبقى فيه هيومن. احنا كهيومن بناكل ايه؟ يا بناكل بلانت يا بناكل انيمال. فما فيش بلانت بالتالي ما فيش انيمال، بالتالي ما فيش هيومن، فبالتالي الحياه من غير البلانت هتبقى امبوسيبل. ليه يا مستر؟ تقول لي عشان خلال الفوتوسينث بروسيس البلانت بيقدر يطلع لنا كاين، بيطلع لنا الاكسجين جاز that the animal and people need to breathe. وده اجابه ثانيه للسؤال. طيب the presence of the hair-like structures in the plant root، وجود الهير لايك اللي هي روت هير. يعني هنا بيقول لك اتكلم على الروت هير، تقول لي فانكشن بتاع الروت هير اللي هو increase the amount of absorbed water and the nutrients. ثالث حاجه يا مستر الزايلم فيزلز اللي هي التيوبس اللي هي الانابيب دي يا مستر are important for the plant. هتقول ليه؟ اي حاجه هتكتب الفانكشن بتاعتها. الفانكشن بتاع الزايلم يا مستر اللي هو transport the water and the nutrients from root to leaves. Question number 4 يا مستر the presence of stomata on the surface of plant leaves، برضه هتتكلم على الفانكشن بتاع الستوماتا اللي هي allow gases to اللي هي move into and out from the plant، بتسمح للجاز اللي تخش وتخرج من البلانت. رقم 5 الكلوروفيل بيبقى عنده important role. ليه يا مستر؟ عشان الكلوروفيل هو اللي بياخد الانرجي من السان لايت، فبالتالي البلانت يقدر يعمل الفود بتاعه اللي هو الجلوكوز شوجر. بعد كده نخش على الوات هابن، شويه اسئله وات هابن. يقول لك وات هابن if the plant doesn't have fruit. قلنا في الوات هابن شوف الفانكشن واعمل عكسه. الروت بيمتص الووتر والنيوترينز، ابزورب الووتر اند نيوترينز. لو مش موجود فمش فيش حاجه تعمل ابزورب الووتر اند نيوترينز. يبقى البلانت can't absorb water and nutrients from the soil and also can't be fixed in the soil. مش هيعرف بيبقى ثابت في السويل. هتلاقي البلانت بقى اي شويه هواء صغيرين هتلاقيه بيوقعه عشان مفيش روت. Number 2 stomata of a plant get
closed for a long time. لو الاستوماتا مقفولة على طول طبعا الجازس مش هتعرف تخش وتطلع. The gases can't move into or out the plant's leaf and the plant will be die. طبعا هيموت. سؤال نمبر 3 يا مستر. البلانت leaves don't contain chlorophyll. قلنا الكلوروفيل بيعمل absorb السانلايت، فلو مش موجودة مش هيعرف يعمل absorb للسانلايت، فبالتالي البلانت مش هيقدر يعمل photosynthesis process. Number 4 the plant stops making photosynthesis process for several days. لو البلانت ما عملش العملية اللي اسمها photosynthesis process طبعا مش هيقدر يعمل food. can't make its own food and it will die. مش هيقدر يعمل الفود بتاعه فبالتالي هيموت. آخر جزء معانا كده نكون خلصنا. بيقول لك both plant and human، يعني البلانت والهيومن الاثنين محتاجين انرجي وجازز. الاثنين محتاجين انرجي وجازز عشان نقدر نعمل سرفايف. احنا لو ما عندناش انرجي مش هنقدر، وما خدناش الجاز اللي هو الاكسجين مش هنقدر نعيش. طيب تعال نشوف بقى ازاي الهيومن والبلانت بيحصلوا على الانرجي وازاي الهيومن والبلانت بيحصلوا على الجازز. ناخد اول حاجه الانرجي. الهيومن بياخد الانرجي منين يا مستر؟ من الفود. يقول لك حبيبي عشان يبقى عندك طاقه لازم تاكل. ما اكلتش تعالى تقعد 3 4 ايام كده او يومين 3 ما تاكلش هتلاقي نفسك همدان. ليه؟ عشان ما فيش انرجي، عشان ما فيش فود. يبقى الهيومن بياخد الانرجي منين يا مستر؟ from eating food. human get energy from eating food. طب البلانت بياخد الانرجي منين؟ من الفود. ايه الفود بتاعه يا مستر؟ اللي هو الجلوكوز شوجر اللي بياخده من خلال عمليه الفوتوسينثيسيس بروسيس. من خلال عمليه الفوتوسينثيسيس بروسيس. يبقى البلانت بياخد الانرجي بتاعه اللي هو الجلوكوز شوجر من الفوتوسينثيسيس بروسيس، والهيومن بياخد الانرجي from eating food لما بناكل. طب وات اباوت جازز يا مستر؟ احنا كهيومن بناخد الاكسجين منين؟ لا اما من الماوث لا اما من النوز، وبعد كده بيروح لللنجز صح؟ ده بالنسبه للهيومن. الهيومن جيت اير through nose او and mouth then to lungs، وبعد كده بيروح لللنجز. يبقى احنا كده خدنا الجازز اللي احنا محتاجينها اللي هي الاكسجين. طب يا مستر البلانت بقى بياخد يعني ايه الحاجه اللي بتسمح بدخول وخروج الجازز؟ طبعا قلنا الاستوماتا اللي موجوده على السيرفيس اوف ليفز، الموجوده على السيرفيس اوف ليفز. اخر سؤال وات هابن؟ يقول لك وات هابن اف اللي يحصل البلانت كانت بروديوس جلوكوز شوجر during الفوتوسينثيسيس بروسيس اثناء عمليه البناء الضوئي. البلانت كانت get their needed energy to survive and grow. البلانت مش هيعرف ياخد الانرجي اللي هو محتاجها عشان ينمو، فبالتالي البلانت هيحصل له ايه؟ البلانت كده هيموت. كده نكون خلصنا السيشن الثانيه. يا رب نكون فهمنا. لو في اي حاجه مش فاهمينها ابعتوا لي على طول على رقم الواتساب او اكتبوا لي في التعليقات بتاعت الفيديو وانا اكون بشرحها على طول. ربنا معاكم. لازم نذاكر اول باول. المنهج سهل بس كبير شويه، ودايما افتكروا ان الساينس از فن فور everyone. سلام.